ناس كتير قوي اتكلمت في ماتش انتر ميامي والاهلي قد ايه تريزيجيه كان سبب من اسباب التعادل، ويا معلم كلهم نسيوا الفرص او كميه الفرص الانفرادات اللي ضاعت من لعيبه الاهلي، اذا كان وسام ولا بن رمضان ولا حتى امام. فمش تريزيجيه السبب الاساسي ولا السبب الرئيسي، ده في كميه اسباب واولهم المدرب والتشكيله الغلط. التشكيله اللي أنا مش فاهمها والتشكيله اللي محدش فاهمها، التشكيله اللي انت عندك كميه نجوم كلهم في الملعب، بس ايه التشكيله دي محدش فاهمها. هنتكلم عن ده كله عشان مش بقى الازمه دي ومنتدى، ودي حلقه انتر ميامي والاهلي في افتتاحيه كاس العالم. يلا بينا خش. الجزء ده بالذات هو متصور قبل الماتش. الجزء دوت انا حبيت اقول شويه كلام مش هيتغير بعد الماتش. قبل الماتش تعادلنا كسبنا خسرنا، انا مش هغير كلامي. ليه؟ لان يا معلم والله روبيرو اي حاجه يعملها حاجه اقول لك ان روبيرو فاشل، او حتى هيقل الثقه من ناحيه المدرب والجمهور، فالجمهور كله ممكن يقلب عليه. الجمهور اللي يا معلم بنسبه 80% ممكن كلهم يبصوا بنظره قله ثقه لو كان غلط مره واثنين وثلاثه. مش كله يا معلم والله بيبص اللي بعد كده، ومش كله بيبص لناحيه الفنيات، كله بيبص ناحيه انك كسبان ولا لا. فانت لو طلعت بنتيجه غير النتيجه اللي الجمهور عايزها، اعتقد ان كله كان هيقلب عليه. فقله الثقه اللي انت عملتها ما بينه وبين الجمهور وانك تجيبه قبل كاس العالم، لا يا معلم والله ما كانش صح خالص انك تجيبه بيه قبل كاس العالم. طيب انا هبدا اول حاجه بالمدرب، والمدرب انا مش هتكلم عليه كتير لان قبل الحلقه طلعت اتكلمت في فيديو صغير، اعتقد ان انا هحطه قبل الحلقه. وقبل ما اقول الكلام بتاعي ده كله طلعت اتكلمت قلت قد ايه روبيرو هو يا معلم والله مش صح خالص انه يجي قبل كاس العالم للانديه، بسبب انه يا معلم عنده طريقه لعب ومش هيلحق ينفذها. وانه يا معلم والله هيختار لعيبه او هيحط لعيبه في القايمه او في التشكيله هو ما شافهمش. فيا معلم والله مش هتعرف تحمله اي عيب من العيوب لانك جبته في وقت قليل قوي وقلت له عايز اوصل للبيك بتاعي. هو يا معلم والله ما يعرفك. فيا معلم والله بكل بساطه انت يا معلم ايه التشكيله؟ يعني انا مش فاهم التشكيله. وخصوصا ان يا معلم والله اللاعب بره جنبه محمد يوسف اكيد يا معلم شايف لعيبه الاهلي مره واثنين وثلاثه وعشرة، لان واحد زينا يا معلم والله وواحد من الجمهور زينا وبيتفرج على الاهلي زينا. فيا معلم محمد يوسف اختار انه يلعب بامام عاشور كوينج، وما اختارش يا معلم والله ده ولا زيزو اللي انت يا معلم كمدرب طلعت اتكلمت قد ايه هو فت، وما كنتش متوقع منه انه يبقى فت كده. ما لعبتش طاهر اللي يا معلم مقدم بيك من فتره كبيره قوي. فيا معلم والله انت لو عايز استمراريه في الملعب، او عايز يا معلم والله الواحد متاكد اللي هو في البيك بتاعه كان طاهر. لو عايز يا معلم والله ان يا معلم والله واحد من احسن لعيبه مصر وواحد من احسن لعيبه الدوري هو زيزو، فانت يا معلم برضه زيزو موجود. فانت عندك اتنين، اخترت واحد تالت خالص عشان بس تلعب باربعه في نص الملعب اللي هو بن رمضان وحمدي وامام. ويا معلم والله مروان عطيه. طب يا معلم سيبك من ده كله، امام انه لاعب اصلا كوينج هو لعيبها كتير او لعيبها شويه مع الاهلي. فيا معلم والله بكل بساطه هو في واحد انت وراه كان لعب ماتش خيالي قدام باتشوكا وكلنا كنا بننتقده، وازاي يا معلم انت تجيبه قبل كاس العالم، وعمل ماتش حلو قوي قدام باتشوكا وكلنا قلنا هو هيلعب. هو بيكهام اللي كنا يا معلم والله منتظرين انه يلعب وانك انت ما لعبتوش. لعبت داري اللي يا معلم والله ما كانش حلو في ماتش باتشوكا، نسبيا ما كانش ممتاز في ماتش باتشوكا. وشفنا قد ايه يا معلم والله هو ان العيش اللي يا معلم ممكن يلعب عادي مكان كوكا، والعيش اللي كان ممكن عادي يلعب سنتر باك بيكهام اللي كان ممكن عادي يلعب مكان داري، والثنائيه بقى بيكهام وياسر وتعتمد عليهم لان قلب الدفاع عموما ما ينفعش تغير فيه كتير وهتعتمد على دول. فبنسبه اللي انت يا معلم والله لعبت بداري وياسر، فاعتقد انك هتكمل بقيه البطوله بيهم. الكلام ده لو محدش اتصاب. فاختار التغييرات ان هي متاخره او التغييرات الغلط زي قفشه والشحات، انا مش هقدر الومك عليهم لان دول لعيبه بيلعبوا في الاهلي موجودين على الدكه، فاكيد انت هتحتاجهم وهتنزلهم. وغير اختار التغييرات هو يا معلم والله الناحيه التانيه واختار بدء التشكيله اصلا. بدء التشكيله ده اللي برضه مش هقدر الومك بيه لان ولا دي خطه لعبك ولا دي طريقه لعبك، ولا يا معلم والله انت عارف اللعيبه دي فقلت يا معلم والله انا عايزهم. انما اللعيبه دي المفروض معاك مدرب مساعد مصري زي سامي قمصان مع كولا ومع موسيماني ومع فايلر اللي كان بيساعدهم يا معلم. قد ايه اللعيبه دي ممكن تلعب في الوقت دوت في المركز دوت، محمد يوسف ما عملوش. فدي بالنسبه لي هتبقى نص الحلقه كله عن المدرب وقد ايه انت المفروض ما تشيلش المدرب حاجه. تاني حاجه الاعلام الامريكي كله بيتكلم قد ايه ماسكيرانو هو مدرب وحش ومدرب ملط، وانه معلم والله بيدرب انتر ميامي او بيدرب فريق في امريكا او بيدرب في المطلق اصلا عشان هو بس صاحب ميسي. فانت نازل عارف ان في فرقه بتعتمد على شويه لعيبه هم لعيبه كبيره سنا،
كواليتي عالي قوي، بس هم مش هيقدروا يدوا 90 دقيقه كلهم. باقي اللعيبه هم ما فيهمش حد عدل. قلب الدفاع اللي انت بتخترقه زي السلام عليكم، والله والله البنك الاهلي بيدافع احسن من انتر ميامي. تالت حاجه وهو الجمهور. والجمهور يا معلم والله اللي انا بالذات صورت الحلقه دي عشان بقى بجد اشوف فرقه كبيره في البطوله زي بايرن ميونخ جمهورها اللي هو اوروبي او معاه فلوس، او يا معلم والله يعني سهل عليهم ان هم يسافروا شويه، وحوار الفيزا مش هتتعثر شويه انها تطلع قد ما الجمهور المصري بيتعثر قوي انه يطلع فيزا انه يروح امريكا. فيا معلم والله الجمهور ده انه ما يبقاش مالي الاستاد زي ما جمهور الاهلي امبارح كان مالي الاستاد، فدي بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. جمهور الاهلي كان اكتر من جمهور انتر ميامي. الصوره دي بتبين قد ايه يا معلم والله جمهور الاهلي كان اكتر بكتير وكان مالي المدرج اكتر بكتير من جمهور انتر ميامي. هو بقى حاجه انك ما تجيش تكلمني خالص انك يا معلم والله السبب في انك انت ضيعت البلن او انك اتعادلت انك ضيعت بلن خالص. ما تجيش تفسرها لي يا معلم، لانك اول 20 دقيقه بس مضيع 3 انفرادات صريحه منك للجون. هتقول لي يا معلم والله اصل دفاع انتر ميامي وحش بس عنده اصابات او عنده غيابات زي جوردي البا. يا معلم عارف ان في باي فار مثلا ما بين جوردي البا واي حد، اي حد مهما كان هو مين بديله في انتر ميامي بالذات هو يا معلم والله، بس ده مش ذنبي. انا اعتقد ان انا عندي اصابات زيك، وعندي اول 20 دقيقه او اول 15 دقيقه اصابه امام عاشور اللي هو بالنسبه لي كان بيتحط في البوسطه كده مع ميسي، وكان مقارنه ما بينهم. يا معلم عارف ان المقارنه ما كانتش صح، وعارف ان المقارنه دي شو سوكسي من العالم المصري، بس ده نجم النادي الاهلي او اللاعب اللي بتعتمد عليه شويه في نص الملعب. فانك يا معلم والله تتاثر وتسيبه او تتاثر وهو يتصاب منك وتطلعه، فيا معلم مفيش فرق. ومش كل حاجه هتضغط عليها المدرب وهعترض على المدرب يا معلم. انا شفت حاجات وحشه من المدرب وما عنديش اي مشكله معاها، بس شفت حاجات حلوه برضه للمدرب زي انه ازاي عامل هاي بريس على انتر ميامي في السنتر باك ما بيعرفوش يطلعوا بهجمه من ورا او بيلدينج اب. لا ده بلس عليها كمان انك انت بتروح بهجمات، ويا معلم والهاي بريس ده كل ما بتضغط عليها هما بيغلطوا وبتروح بهجمه واثنين وثلاثه، وخليت خط الدفاع اقل حاجه في 2 او 3 واخدين انذار. لا ومش انذار بس، ده كان ممكن لاعب كمان ياخد طرد بسبب الهاي بريس اللي انت عامله، لولا ان الحكم خد شويه حنيه واحتواء وقال لك يا معلم والله فرقه ميسي في اول الافتتاح فنلم الدنيا وما ينفعش يا معلم حد فيهم يطرد. فكان ممكن كمان بسبب الهاي بريس ده اللعيب منهم يطرد ويلعبوا ب 10 لعيبه من اول 30 او 35 دقيقه يلعبوا ماتش كامل حرفيا بنلعب منهم منقوص خط الدفاع اللي هم كانوا وحشين فيه. فكنت اتمنى ان انا اشوف حاجه تانية خالص، اتمنى اشوف كميه الفرص اللي ضاعت دي ما تضيعش الماتش الجاي، لان ما اعتقدش ان بالميراس او بورتو واسوأ من انتر ميامي. هما الاثنين اعلى بكتير من انتر ميامي، وانتر ميامي مش هتكمل في البطوله مهما كانت يا معلم المساعدات معاها انها تكمل، مش هتكمل في البطوله ومش هتطول كتير. فبالميراس وبورتو ما تضيعش قدامهم فرص بحجم الفرص دي، لان انت هتندم عليها مهما كنت انت عالي وفي البيك بتاعك قوي. واتمنى برضو ان انت يا معلم والله تشوف الحلو والوحش، وتشوف يا معلم مين اللي فاتك في الماتش. واحد زي زيزو اللي نزل غير لك الحاله الهجوميه كلها، واحد زي وسام اللي بيقطع على كل كوره، واحد زي تريزيجيه اللي كان حلو قوي في الماتش، واحد زي ياسر اللي انا شفت ياسر واحد من احسن الماتشات انه لعبها بعد ما الناس كلها كانت بتشتمه قبل يا معلم ما يحسم الدوري، والناس كلها كانت بتشتم ياسر وقد ايه ياسر ده كان وحش. عمل ماتش اسطوري قدام انتر ميامي. واحد زي مروان اللي كان اسطوري وواحد من احسن اللعيبه المصابه اللي كان بيلعب على اصابته في الملعب. واحد زي بن رمضان اللي هيفضل واحد من احسن لعيبه الدوري وهيبقى واحد من احسن لعيبه الدوري المصري كلها في نص الملعب لو فضل على المستوى ده. عارف انك خسرت لعيبه زي امام اللي اعتقد ان البطوله خلصت بالنسبه له، بس اعتقد برضو انك انت عندك دف يعرف يعوض امام لو شويه. فاتمنى يعني ان انا اشوف محمد يوسف ليه دور في انه يختار اللعيبه وانه يوجه المدرب اللي لسه مش عارف اللعيبه فين الصح وفين الغلط. واعتقد ده دور المدرب المساعد اللي انت جاي عشانه. فاعتقد ويا رب اتمنى ان اشوف الماتش الجاي التشكيله صح، تبديلات صح، تبديلات في وقتها. اخر حاجه ان يا معلم والله لقطه تريزيجيه وضربه الجزاء وخناقه زيزو، فما اعتقدش خالص ان ده وقته ان احنا نطلع فيديوهات وننتقد فيها تريزيجيه وانت لسه عندك ماتش كمان 3 4 ايام قدام بالميراس. يوم الخميس الجاي الساعه 7 في ماتش قدام بالميراس، ما اعتقدش خالص انك ينفع تعاقب حد تذم في حد او تشتم حد على السوشيال ميديا والسوشيال ميديا كلها تتقلب عشان يا معلم والله لاعب عايز ياخد اللقطه وياخد السوكسي
وان يا معلم اللاعب دوت كان واحد من احسن لعيبه الملعب. واخر حاجه برضه عشان لسه اقولها ان لازم اسال في الشناوي، وقد ايه الشناوي كان ممتاز وعمل حاجات كتير قوي في الماتش. الشناوي اللي بقالنا موسم واثنين وثلاثه بنشتمه، بس يا معلم اما يعمل حاجه حلوه اكيد كلنا لازم نسقف. بس ده كان جاي عن الاهلي وانتر ميامي. انت شباب على المايك دي ده ودي حلقه انتر ميامي والاهلي. سلام. نسيت اقول ان في حلقه يوم الخميس عن ريال مدريد قدام الهلال، وفي حلقه يوم الجمعه عن الاهلي قدام بالميراس. فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.